والله زمان والله. كتير أوي ما صورناش وما عملناش فيديوهات. يلا كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير. هنحاول ان احنا نركز الفترة الجاية ان شاء الله اكتر على قد ما اقدر، وعدتكم ده كتير وكل مرة كنت بخلف وعدي علشان بتشغل او بيبقى فيه ظروف كده. بس ان شاء الله المرة دي هنظبط الدنيا على قد ما نقدر. خلينا نتكلم. احنا دلوقتي في صيف، وفي ناس كتير قوي بتعمل شقق عشان تتجوز، لان الوقت بتاع التشطيب والجواز والحاجات دي اللي بيكون في الصيف بيبقى الناس فيه اكتر، علشان مفيش تقلبات او تغيرات في الجو زي الشتاء. فخلينا نتكلم لو احنا عايزين نوفر شوية او ناخد بالنا من التركات اللي ممكن انها تكلفني اكتر وانا بشطب. وده برضو لو حتى معايا مهندس بيشطب لي الشقة بتاعتي، لازم ابقى عارف ان هو حاطط البنود دي ضمن التكلفة او مراعي الحاجات دي معاه، عشان ما تبقاش تكلفة اضافية عليا بعدين. اول حاجة ارتفاع الدور بيفرق جدا معايا في التكلفة، ووضع الشقة بص على ايه بيفرق معايا. ارتفاع الدور، كل ما الدور طبعا بيعلى كل ما انا بحتاج اكتر تكاليف علشان اقدر اطلع خاماتي او انزل المخلفات او التكسير اللي انا عملته لتحت. فبيكون طبعا لو انا الشقه بتاعتي عاليه ومش باصه على مكان اقدر اركب منه winch من بره عشان يدخل لي الماتيريالز بتاعتي، او اغلب الماتيريالز بتاعتي كلها مره واحده، الاغلب مش كله طبعا، لان في حاجات لو طلعت من اول العمليه التشطيب او عمليه الشغل نفسها بتتبهدل، زي طبعا الحاجات بتاعت الصحي والاحواض والحاجات دي. فالحاجات دي بتطلع في الاخر دي بنود فينش، فدايما عايزين نفرق ما بين البنود بتاعت التاسيس وبنود الفينش. انا دلوقتي بتكلم في بنود التاسيس. فلو الشقة دي بص على مكان ينفع، على شارع مثلا، ينفع الشارع ده فيه خصوصية شوية، مش شارع مباشر أو شارع عمومي، أقدر إن أنا أطلع الحاجات دي بالونش، ده هيكون تكلفة أقل عليا، وخصوصا لو عندي النافذة اللي بص على الشارع دي واسعة شوية، فأنا أقدر إن أنا أطلع الماتيريالز، فده هيوزن معايا التكلفة شوية. لكن لو الدور عندك عالي من غير ما يكون باصص على حاجة تقدر تركب عليه ونش، هتكون التكلفة عندك عالية جدا، لأن في الحالة دي هتلجأ للعمالة إنها تطلع الحاجة يدوي او مانيوال او كده، فطبعا ده بيكلف جامد جدا. وكل ما هتحتاج خامات هيبقى دايما تكلفة التطليع بتاعها اغلى، او يكلفك اكتر من ثمن الخامة نفسها. فدي نقطة هتاخد بالك منها. ده موقع او ارتفاع الشقة. موقع الشقة بيفرق جدا. المكان بتاعي هل متوفر فيه كهرباء ومية ولا لسه ما دخلوش الخدمات؟ الحاجات دي هتفرق جدا، لان لو ما دخلش هتضطر ان انت يكون عندك جنريتور او مولد للكهرباء علشان الصناعيه تبدا انها تشتغل على الشنيور والهيلتي والحاجات المعدات بتاعتهم اللي بيستخدموها. والراجل بتاع الصحي هيحتاج عشان الماكو بتاعته اللي بتلحم، او ماكو اللحم بتاعت اللي بتلحم المواسير في بعضها، حاجات كده تكنيكالز شويه. فدي هنبقى محتاج لها كهرباء. زي عمليه الاناره بتفرق معانا جدا، لو المكان بتاعنا ينفع ان احنا نشتغل فيه صبح وليل، غير اغلب الكومباوندز اللي بتلزمك ان انت تقول لك لا اخرك لحد الساعه 5 او لحد الساعه 3 عشان ما نزعجش السكان. فانت في الحاله دي ممكن شويه تستغنى عن فكره ان الكهرباء تكون دايمه في المكان. اما لو انت تقدر او ليك مطلق الحريه في المكان اللي انت فيه انك تشتغل صبح وليل، فهتحتاج طبعا بالتاكيد مولد للكهرباء لو ما عندكش كهرباء. الميه نفس القصه، في حاله ان المكان ما دخلوش خدمات وهتحتاج ان انت تشطب او عايز تشطب بدري شويه، بتشتري بقى ميه بتبقى جايه من تنكات او حاجات زي كده. وبتفرق من كومباوند للتاني، في اماكن بتوفر الحاجات دي وفي اماكن ما بتوفرهاش. ده في الحالات اللي بتكون فيها بعض المشاكل. طبعا ده مش اغلب الشقق كده، ولكن انا بكلمك على التركات اللي احيانا انت ما بتبقاش واخد بالك منها، وبتبدا وبتدخل الصناعيه وبتدخل الشغل او بتدخل المهندس، وهو ممكن لو هو مش شاطر قوي ما ياخدش باله من الحاجات دي، وبعد كده بتبقى تكلفه عاليه جدا عليك. طبعا زي ما قلت من شويه، الصناعيه او المصنعيات بتاعت او المشال بتاع تطليع الخامات بيبقى اغلى من ثمن الخامه. يعني شكارة الرملة تمنها أرخص من الأتعاب اللي هياخدها ال الشخص اللي هيطلعها لك. طيب هناخد بالنا من إيه تاني؟ من عملية التكسير. المكان بتاعي لو هو أصلا أنا مش هكسر فيه أو مش هعمل تعديلات تصميمية في الحوايط والكلام ده، خلاص أنت كده ولا كده هتبص على الشقة. لو الشقة بتاعتك نظيفة، ودي حالة قليلة دايما بيبقى فيها من عملية البنى نفسها فيها بواقي تكسير وبواقي طوب وكلام من ده، الصناعية ما ينفعش يشتغلوا على الشقة وهي مش نظيفة كده. وما ينفعش الصنايعي اللي هي عشان يعمل سباكه او يعمل صحي او يعمل كهرباء تخليه هو اللي ينظف، ده مش شغلته.
فانت المفروض ان الكلام ده بتجيب له ناس متخصصه انها تنظف لك المكان ده عشان الصناعيه تعرف تشتغل وتعرف تطلع خاماتك، وخاماتك ما تتبهدلش او ما يخشش على الاسمنت بتاعك رمله فيها زباله او فيها مشاكل او فيها اي حاجه تاثر على الجوده بتاعتها. فانت لازم هتنظف المكان بالكامل. فانت عندك في بند تنظيف. لو ناوي ان انت هتعمل تعديلات في المكان بتاعك، يبقى انت مؤكد قبل ما تنظف هتكسر الاول. لو في حوائط هتكسرها. ما بنكسرش الاعمده وما بنجيش عند الاعمده نهائيا باي حال من الاحوال. انا بتكلم على الطوب لو العامل الانشائي بتاعي اصلا يسمح بكده وانت واخد تصريح من المكان بتاعك انك تعمل ده. وفي الحاله دي لو معاك مهندس هو اللي بيخلص لك القصه دي، ان انت تقدر تفتح اوضتين على بعض او الحاجات دي كلها. فلازم انت بترجع او بتلجا للمختص الاول. فلو ده اداك موافقه عليه، انت تقدر ان انت ساعتها هتكسر. يبقى ما ينفعش ان انا انضف بعد كده اكسر بعد كده ارجع انضف تاني، لا احنا بنكسر مره واحده. اللي بعده اللي هو مترتب عليه، هترمي التكسير بتاعك اللي انت نزلته ده فين علشان ما تاخدش مخالفه. اغلب الاماكن والكومباوندز بتقول لك لا، ممنوع ان انت تنزل الحاجات دي تفضل موجوده عندي في المدخل. وده شيء منطقي جدا، لان ممكن يبقى في جيران او في ناس تانية طالعه نازله عايزه توضب شقتها بتاع هم بيبيعوا او بيسوقوا للشقق الباقيه او الوحدات الباقيه. فهو مش عايز يشوف عنده بهدله في العماره. فيبقى انت لازم تكون متفق الاول وعارف اماكن القاء او المخلفات بتاعتك دي هتترمي فين. ففي عربيات بتبقى احيانا في بعض الكومباوندز مجهزه انها بتلف او بتعدي او بتتفق معاها انها تشيل الحاجات دي، او ان انت هتتفق مع حاجه خاصه او ناس مخصوص انت اللي هتبقى جايبهم ان هم يشيلوا لك المخلفات بتاعتك دي ويرموها. فينزلوا ويرموا مباشره. ما ينفعش الحاجات دي تتساب في مدخل العماره. طيب دي كل البنود اللي هي اللي ممكن تكلف معانا. ايه تاني بقى الحاجات اللي بتحصل نسريات اثناء عمليه التشطيب تاخد بالك منها؟ الاجهزه بتاعه الكهرباء واجهزه الصحي زي الاحواض والتويلتس او القعده والحاجات دي كلها. والخلاطات بتضيع الاكسسوارز بتاعتها بتاعت الخلاطات، الجلب، الحاجات الصغيره دي ما ينفعش انها تطلع اثناء عمليه التشطيب. الحاجات دي بتتجاب في الاخر او تجيبها وتخزنها عندك، لكن ما ينفعش ان انت تطلعهم في الشقه، لان الحاجات دي بتضيع وبتتكسر وبتتبهدل من عمليه التشطيب وعمليه المونه والاسمنت والتكسير والحاجات دي كلها. فطبعا الحاجات دي بتتجاب في الاواخر، ولكن لازم الموديل اللي انت هتستخدمه او اللي انت هتشتريه او اللي انت هتعمل بيه تكون معرف الفني بتاعك انك تستخدم الموديل الفلاني. لان في بعض الحاجات اللي بتحتاج تجهيزات معينه زي الريني شاور او الدش اللي بيبقى من السقف مباشرة بتاع الحمام. حاجة زي كده بتبقى ليها تجهيزات معينة، أو زي القعدة المدفونة ليها تجهيزات معينة. ولازم في الحالة دي بتعمل سيكنس. لو الحيطة عندك مش سميكة بتعمل سيكنس للحيطة. ايه تاني بناخد بالنا منه؟ الحمامات انها تكون الاماكن اللي هيمشي فيها المواسير ليها سمك عالي، يعني 25 سنتي، ما تكونش 12 سنتي. لان في الحالة دي عشان امشي انا كفني صحي او سباكة، عشان امشي المواسير بتاعتي في الحيطه وابدا اكسر الحيطه لو هي بالسمك الرفيع اللي هي 12 سم تقريبا، السمك العادي بتاعها اللي هي سنجل، هتبقى في الحاله دي سهله الكسر. فمجرد ما هيبدا ان هو يكسر في الحيطه عشان يحط مواسير الحيطه دي هتتكسر، هتلاقي نفسك يا باصص على المنور يا باصص على الجيران. فاحنا في الحاله دي لازم ندبلر الحيطه، نخلي ليها سيكنس او ليها سمك علشان نقدر نحفر فيها. وهنا بيخش شويه حلول تصميميه. يعني في الجزئيه دي بالذات انا ممكن ان انا ما اخليش سيكنس الحيطه كلها من اولها لاخرها عاليه او كبيره، ولكن ممكن استغل السيكنس ده بان هو يكون لحد ارتفاع معين ويتعمل الجزء اللي فوق ده رف. يعني ما اطلعش بسيكنس الحيطه كلها، انا بعمل سيكنس او بعمل تخانه للحيطه او بتخن حيطه الحمام علشان اقدر ان انا احط فيها او ادخل فيها المواسير. نفس القصه دي بتتم طبعا في القعده الدفن. لازم في الحاله دي يكون ليها سيكنس، ويكون نوع الطوب اللي معمول مش طوب الاحمر، يكون يا ريت طوب اسمنتي عشان وسائل التثبيت، وخصوصا لو القاعده بتاعتنا معلقه. فيفضل في الحاله دي انها تكون متثبته. الشاسيه بتاعي بيبقى ليها هي شاسيه داخلي. في فيديو قديم شويه انا كنت عامله مبين لك الهيكليه دي، تقدر تشوفه هتلاقيه ظاهر لك دلوقتي. فاحنا لازم ان احنا نكون عاملين الحوايط بتاعتنا يفضل طوب اسمنتي. ويفرق ايه الطوب الاسمنتي عن الطوب الاحمر؟ دي حته تكنيكال شويه، ولكن يعني بمنتهى البساطه هو يتحمل الميه اكتر. لكن الطوب الاحمر لو باظ بيبقى خلاص هو شبه داب يعني. فالشاسيه اللي هيركب ده هيركب على طوب اسمنتي، وطبعا ده بيحتاج ان هو يعمل بروز، وبالتالي بعد كده بيركب فيه القعده في الشاسيه ده. فطبعا كل الكلام ده القعده دي بتكون معلقه.
فلازم يبقى التثبيت تمام، تمام دي يبقى طوب اسمنتي. فاحنا هتغير او هتزود السكنس بتاعك بتاع الظهريه بتاعه القعده، وبالتالي في الحاله دي ممكن ان انت تعمل برضو زي ما قلنا جزء كده زي رف او شرف، تقدر ان انت تكرره مثلا او تعمله كل مسافات معينه حسب ما انت عايز تعمله، تعمل فيه تفريغ. المهم ان انت ممكن تستغله تصميميا وتخلي الشكل الجمالي بتاعه حلو. لان دي حاجات اساسيات تكنيكال او اساسيات فنيه. يعني دي شويه حاجات كده قلت دردش معاك فيها كده مبدئيا، يعني على ما ننزل شويه الفيديوز الجايه للتصميمات والافكار اللي نازله عندنا، والاعمال بتاع الطلبه بتوع الدبلومات بتاعتنا، ونفرجكم كده ونبدا نحلل يعني الشغل بتاعهم. فان شاء الله الفتره الجايه يكون في حاجات كده حلوه ننزلها. ويلا مساءكم جميل وباي باي.